أعشاب كتقصر رجولتك بلا ما تحس. واش عمرك تخيل باللي شي أعشاب كتستعملها بنية الشفاء، ولكن في الحقيقة كتضرب الهرمونات ديالك وكتقصر الرجولة ديالك بشوية بشوية. الخطير في الأمر أنك كتكون كتستعملها يوميا وكتحس براسك كدير الصح. ركز معايا حيت هذا الفيديو مهم لكل راجل. الشيح معروف في تنقية الجسم، ولكن الاستعمال ديالو بكثرة أو لمدة طويلة كيدير خلل في هرمون التستوستيرون، كيهبط الرغبة، كيزيد التعب، وكيأثر حتى على جودة الحيوانات المنوية. والمشكل هو أن بزاف ديال الناس كيشربوه يوميا في حال أتاي. القسط الهندي إلا تزاد كيولي سم. القسط معروف في تنظيم الخلل الهرموني، ولكن راه ماشي لعبة. كثرة الاستعمال ديالو كتربك الغدة الدرقية وكتأثر مباشرة على هرمون التستوستيرون. النتيجة برودة، ضعف، وقلة الرغبة بلا سبب واضح. الحلبة سلاح ذو حدين، كتعاون بعض الناس، ولكن عند الرجال إلا تزادت كتطلع هرمونات أنثوية في الجسم، كدير تعب وأحيانا ضعف في الانتصاب. هادشي علاش وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ل 7 حبات فقط يوميا. الخلطات المجهولة، بزاف ديال الأعشاب كتباع بلا اسم ولا طريقة الاستعمال، كتشكل خطر كبير. أيضا شي وحدين تيخلطوا أعشاب قوية وكيشربوها بلا علم، والنتيجة كتكون ضرب مباشر للأعصاب والهرمونات. راه ماشي أي حاجة طبيعية آمنة. التداوي بالأعشاب خصها ضروري الكمية والمدة ديال الاستعمال. وإلا حسيتي بضعف، تعب، أو تغيير في الرغبة، راجع شنو كتدخل الجسم ديالك قبل ما تلوم راسك. وإلا بغيتي تعرف أعشاب كتقوي الرجولة بطريقة صحيحة، وصفة طبيعية بلا مخاطر، ولا مواضيع البروستات أو العقم، اكتب لي في التعليقات وخلي لايك باش يوصل الفيديو لأكبر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.